السلام عليكم، أهلًا يا حلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال. مساء النشاط، مساء الpower، مساء الطاقة الإيجابية. عندنا النهارده بنات روتين حماسي تشجيعي، بُصّوا من الدرجة الأولى. فقبل ما أبدأ الفيديو، لو أنتِ أول مرة تشوفيني يا ريت تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلِك كل حاجة أنا بانزّلها، واعملي لايك جامد جدًا للفيديو ده لو عجبِك، وكومنت حلو زيِّك. وتعالوا بقى نبدأ على طول ونشوف ورانا إيه النهارده. النهارده ورانا شغل جامد جدًا في المطبخ. قُلت النهارده وده أنا مقسّماه بيني وبين نفسي يعني، إن أنا هاقسّم المطبخ على كذا يوم، مش هاعمل كل حاجة في يوم واحد عشان ما اجهدش نفسي، وفي نفس الوقت يبقى عندي وقت إن أنا لو في حاجة تانية عايزة أعملها برّه المطبخ يبقى عندي وقت ليها. فأنا هنا يا بنات مسكت الدُرَف في الخزين الأول. قُلت أنضّمها وأنضّفها واغسل علب اللي أنا باحط فيها البقوليات، بحيث إن المطبخ يبقى نضيف من كل حاجة. ما يبقاش بس من برّه بس، لأ أهم حاجة كمان الضُرَف من جوّه. ده هيسهل عليكِ أوي وأنتِ شغالة في رمضان بإذن الله، إن الحاجة تبقى منظمة، عارفة بتجيبيها منين، الحاجة عندِك موجودة والّا مش موجودة. وفي نفس الوقت كده إحنا برضه بنراجع، بنعمل كده جَرد للحاجات اللي إحنا محتاجينها قبل رمضان. طبعًا كل سنة وأنتم طيبين. طبعًا رمضان يعني بنلتزم كده بقى بالأكلات كده يوميًا، وبنبقى عايزين نعمل أصناف مختلفة. فبنحاول نشوف إيه الحاجات اللي إحنا محتاجينها في الفترة دي، ونلحق نجيبها قبل الدنيا ما تزحم أكتر، وقبل ما الدنيا ما تلاقيش فيها حاجات كده في الفترة دي، في حاجات كده بتبقى عايزة تجيبيها وبتنزلي السوق ما بتلاقيهاش يعني. فننزل كده في الفترة دي أو في الأجازة ديّة، تلحقوا تنزلوا بإذن الله، ربنا يكرمكم يا رب ويوسّع عليكم، وتجيبوا الحاجات اللي ناقصاكم. فقبل ما تنزلوا كده ابدأوا اعملوا جرد للمطبخ. شوفي ناقصِك إيه في البقوليات، ناقصِك إيه في الحاجات البقالة، ناقصِك إيه في التوابل ودي مهمة أوي. الحاجات اللي إحنا بنكون ناسيينها اللي مش بنستخدمها يوميًا دي، راجعيها وشوفي ناقصِك إيه فيها. حاولي الحاجات اللي ناقصة عندِك تفضّيها في قلب كيس زي ما أنا عملت كده، أو في قلب كوباية أو طبق صغير، بحيث إنِك تحطي فيه الحاجات اللي ناقصة عندِك، عشان لمّا تيجي تجيبي الحاجات الجديدة، تحطي الحاجات الجديدة تحت، وبعد كده الحاجات اللي هي بقى لها فترة تحطيها من فوق، عشان مدة الصلاحية بس مش أكتر. فأنا عملت كده، مسكت ضرفة، ضرفة، ما باشتغلش كلّه مرّة واحدة، لإني أنا عندي أكتر من ضرفة للخزين، يعني في تحت الحوض، في أدراج، في ضرفة للتوابل، في ضرفة اللي أنا حاطة فيها المنظمات دي اللي أنا لسه شايلاها معاكم. فما ينفعش إن أنا أشيل كلّه مرّة واحدة، فباسهِّل على نفسي عشان أوسّع على نفسي الرخامة، وما احسّش إن في كركبة حواليّا وأنا شغّالة. بامسك جزء، جزء كده باشتغل فيه. مسكت أول حاجة الضرفة اللي فوق ديّة اللي فيها العلب المنظمات البوكسات دي برضه باحط فيها الحاجات الزيادة عندي اللي أنا مش هاحطها في قلب المنظمات. فمسكتهم كده بقى وغسلتهم غسلة محترمة. وزي ما أنتم شايفين كده شوية بقى بريل على الإسبونج كده نضيفة، بعيدة طبعًا عن الإسبونج بتاعة المواعين. وبابدأ هنا برضه التيوب اللي هي بتكون طويلة ديّة، دي الفرشة يا بنات اللي هي بتاعة الببرونة بتاعة الأطفال. فأنا مخلياها بقى بُصّوا من ساعة ديما، أنتم متخيلين؟ بتنفعني جدًا في الحاجات اللي أنا مش هاعرف أدخّل إيدي فيها، أزايز المَيّة، العلب اللي هي الطويلة الرفيّعة دي بتكون صعب. فبتبقى حلوة أوي، خلّيها عندكم وما بتبقاش غالية، تبقى مفيدة عندكم في البيت لو احتجتوها تلاقوها. غسلت يا بنات كل العلب بتاعة البقوليات. أنا سِبتها الأول تتصفّى على المصفى اللي هي بتاعة الميت اللي هي بتاعة IKEA دي. باسيبها تتصفّى شوية بس يعني ما باطوّلش عليها، لإن أنتِ لمّا بتسيبيها كده شوية ومكتومة بتبخّر جواها المَيّة،
وتحس ان هي بتعرق كده. فانا يا دوبك بس تصفي الميه، وبعد كده بمسك واحده واحده بفوطه نظيفه، طبعا بعيد عن فوطه التنظيف، فوطه نظيفه خالص. ببدا بقى امسك كده علبه علبه انضفها وانشفها كويس، وبسيبها برضو تتهوى عشان لما اجي احط فيها اي حاجه ما تعملش عفن او رطوبه جوه الحاجه. فافضل برضو حاجه ان احنا بعد ما نخلص تنشيف كده نسيبها بس شويه قبل ما نبدا نشتغل فيها ونبدا نحط الحاجه. نضفت كده ونشفت كلهم، حطيتهم طبعا على البوتاجاز عشان افضي برضو مكان جنبي وانا بفضي الخزين بتاع البيت. همسك كده بقى علبة علبة. ميزة العلب دي ان هي بتشيل 2 كيلو من الحاجات اللي هي زي السكر، زي الرز، زي المكرونات. الدقيق بتاخد كيس ونص، بتاخد كيلو ونص بس، لان انت عارفين الدقيق عشان بيبقى مطحون فكميته بتبقى متضاعفة شوية. فهنا بقى بعمل البقوليات ديت او الخزين كل حاجة نوع. طبعا مش شرط ان انا بقى متأيدة بنفس الحاجة او نفس الكمية، ده على حسب احتياجي الشهري، لان احتياجاتنا مش زي بعض. يعني انا ممكن اجيب حاجات زيادة عن حد، وممكن حد يجيب حاجات اكتر مني. طبعا ده بيرجع لعدد افراد الاسرة، الكمية اللي انت بتجيبيها او المتعودة عليها، طبعا المصروف مثلا او الميزانيه بتاعتك، ده بيختلف من شخص للتاني. انا بس بوريكم انا بعمل ايه وبوريكم بنظم ازاي، انت بقى طبقيها على الحاجه المناسبه ليكي. فانا هنا يا بنات زي ما بقول لكم، بصوا الدقيق خد تقريبا 3/4 العلبه. كان عندي شويه من الدقيق، ده قبل كده يعني كان عندي في كيس كده صغيرين، كنت جايبه الكيس زي ما هو، استخدمت كده نصه وقلت خلاص بقى لسه هفضيه في العلبه، خليه زي ما هو في الكيس. فالحاجه اللي بيكون عندي زياده بقفلها بالكليبسات. الكليبسات دي اللي هي المشابك، اللي هي البلاستيك، كنت جايباها من ايكيا وهتلاقوها في محل المنظفات. مش عايزين تجيبوها، المشابك بتاعه الغسيل عادي خالص زي ما اهالينا كانوا بيعملوا، اي حاجه بتتبقى كده يربطوها بقلب مشبك بتاع الغسيل وخلاص. المهم ان الحاجه تبقى مربوطه كويس، عشان لو انت مش حاطه علب منظمه فيها يعني الاكياس الزياده، فوارد جدا لو انت مش قافلاها كويس ان هي تدلق وتبهدلك الظرف. فاحنا بنستغنى عن الحاجات دي، يعني ايه، حاجات بسيطه كده بس هتريحك. ما عندكيش علبه منظمات تحطي فيها الخزين، ممكن تجيبي علبه بلاستيك وتحطي فيها الاكياس، عشان بس شكل الضرفه يكون منظم، وفي نفس الوقت ما تحسيش بعشوائيه وانتي بتاخدي الحاجه، والحاجه تبقي شايفاها كويس. ما عندكيش علب تحطي فيها الاكياس دي، عادي خالص، ما تكلفيش نفسك. زي ما بقولوا كده مشبك، اربطي الكيس كويس، تاكدي بس ان الحاجه مربوطه عشان ما تبهدلكيش الظرف. بس الأهم يا بنات إن احنا نكون مخصصين ظرف. يعني حاولي دايما تخلي كل ظرفة ليها الحاجة بتاعتها. يعني انت حاطة كوبايات ما تحطيش خزين مع الكوبايات، حاطة أطباق ما تحطيش بلاستيكات مع الأطباق اللي هي مثلا بتاعت الأكل. خلي كل ظرفة عندك في المطبخ ليها حاجة. يعني أكيد احنا بنعمل مطبخ بيكون فيه كذا ظرفة، فقسمي، خلي عندك حاجة للخزين، حاجة للإزاز، حاجة للبلاستيكات، حاجة للألمونيوم والحلل والحاجات اللي هي التقيلة. ده والله هيريحك، هتحسي ان المطبخ عندك رايق ونضيف، وايدك حافظه انت حاطه الحاجه فين. حتى لو اي حد دخل، حتى لو انت يعني مش شغاله في المطبخ من نفسك، واي حد دخل المطبخ بسهوله بسهوله جدا لما تقولي في الضرفه الفلانيه، او حد فتح الضرفه هيعرف يجيب الحاجه. غير بقى لما نيجي ندور على مثلا عايزين كيس رز محطوط في قلب علب بلاستيك، فاحنا بندور نفضي الاطباق، نفضي الحاجه، تلاقي الحاجه وقعت من ايدك. لو في حد غيرك بيشتغل في البيت او ولادك، هتلاقي الدنيا متبهدله من عندك والظرف على بعضها. فيعني دي احسن حاجه، ودي احسن نصيحه والله بجد اقولها لكم، تخصيص الظرف. خلي كل ظرفه لحاجه، واحدة ألمونيوم، واحدة للحلل، واحدة للبلاستيكات. والبلاستيكات دي بالذات بصوا حطوا تحتها 100 خط كده، لأن احنا عندنا بلاستيكات كتير، أحجام مختلفة، أطباق يعني أشكال وألوان. فخلي دايما عندك ظرفة أو درج تحطي فيهم ال البلاستيكات بتاعتك، وظرفة للخزين، وحطي ظرفة للحلل والألمونيوم، وخلي الكوبايات لوحدها، كوبايات، كاسات، أي حاجة كده ليها علاقة بالإزاز حطيها لوحدها، ما تحطهاش مع البلاستيكات ولا مع الخزين. والله هيخلي شكل مطبخك جميل جدا، ما اي كان شكل مطبخك ايه من بره ولا من جوه، بس هو هتحس براحه نفسيه وانت شغاله. طبعا زي ما انت شفتوا كده انا خلصت تنظيم العلب، وزي ما انت شفتوا كده حطيت الباقي المتبقي معايا، يعني حطيته في قلب العلب ديت الاكياس الزياده في الخزين.
ركنت بقى كل الحاجات دي على جنب وقُلت بقى أجهّز الغدا. أنا قبل ما أبدأ أشتغل خالص كنت مطلّعة بانيه ناقعاه وحاطّة فيه ملح وليمون وكنت سايباه في الفترة اللي أنا كنت شغّالة فيها دي معاكم، كنت سايباه يتنقع كويس جدًا عشان ما يبقاش فيه أي ريحة. وهنا بقى قُلت أخلّص جزء، جزء كده من المطبخ، بس قُلت أشتغل أعمل الغدا وأنا في نفس الوقت شغّالة عشان ما اعطّلش نفسي. فقُلت هاعمل شاورما النهارده، فالحاجة كلّها عندي جاهزة، لسه ما جبتش بقى التوابل، فمش كل التوابل عندي متاحة، بس كان عندي الخلطات اللي هي الجاهزة ديّة. فجبت نُص كيلو بانيه، حطيت عليه معلقتين زيت وعلبة زبادي و اللي هي الكيس بتاع ماجي اللي هو بتاع بهارات الشاورما، وهاسيبهم كده في التتبيلة دي ساعة بقى براحتهم كده، عقبال ما يخلّص بقية الظرف. تعالوا بقى نشتغل في الدرج. طبعًا سِبت الأكل كده ياخد التتبيلة الطعم براحتها، عقبال ما أكمّل اللي أنا شغّالة فيه. مسكت بقى الدرج ده اللي تحت الفرن، حاطة فيه العلب اللي أنتم شايفينها دي، وباحط فيها حاجات البقالة، يعني الأكياس بتاعة التوابل، العلب بتاعة الشاي، برطمانات الصلصة، الطحينة، الحاجات الصغيّرة أوي، أوي دي اللي بتضيع في الزحمة، تمام؟ أهم حاجة والله يا بنات بُصّوا العلبة دي شايلة كتير، بُصّوا عاملة إزاي. طبعًا المنظمات دي يا بنات هتلاقوها في كل محلات الأدوات المنزلية، في زلزال، هتلاقوها في رنين، هتلاقوها في أي محل. بُصّوا حتى المحلات اللي هي بتاعة التنضيف اللي هي المنظفات، هتلاقي عندهم قسم بلاستيكات. بقت متاحة ومتوفرة. مش عارفة الأسعار إيه دلوقتي بصراحة، بس الحاجات ساعتها لمّا كنت جبتها كانت ب10 وب7 وب15، كانت دي الأسعار. ما أعرفش بقى بصراحة الأسعار كام دلوقتي، بس لو أنتِ ما عندكيش وما جبتيش واحدة، واحدة، ما تجيبيش كلّه مرّة واحدة عشان ما تحسيش إنِّك دفعتِ كده مبلغ. كل ما يبقى معاكِ مثلًا 20، 30 جنيه انزلي لِك هاتي لِك 1، 2 هينفعوكِ، هينفعوكِ، هينفعوكِ. هتشيلي فيهم حاجات كتير وهينظموا لِك المطبخ، وفي الأول وفي الآخر إحنا بندوّر على الحاجة اللي بتريحنا. إحنا أكتر ناس بتقعد في المطبخ، إحنا زي ما بيقولوا كده إحنا أنتِ ست البيت، فأنتِ اللي مسؤولة عن بيتِك وعن نظامه وعن نضافته وعن ترتيبه. أنتِ المسؤولة، فأنتِ أهم حاجة تشتغلي وأنتِ مرتاحة، ما تحسيش إنِّك متضايقة، في كركبة حواليكِ، الولاد بهدلوا لِك الدنيا أكتر مكركبين الحاجة ومش عارفين يعملوا إيه. فأنتِ المسؤولة، فأنتِ حاولي تسهّلي على نفسِك الحاجة اللي أنتِ بتعمليها. فأنا باحب دايمًا في كل فترة كده أعمل جَرد أو أعمل الموضوع ده. منها باشوف مدة الصلاحية بتاعة الحاجة، لو أنا بقى لي فترة ما استخدمتهاش، باراجع عليها عشان لو ما فيش حد غيري أو لو في أطفال بتستخدم الحاجة على طول، الأطفال ما بتاخدش بالها وما بتركّزش في الكلام دوّة، وولادنا بياخدوا الحاجة يستخدموها. فأنتِ كل فترة كده تراجعي على الحاجات اللي بقى لها شوية عندِك على مدة الصلاحية، اتأكدي إن الحاجة ما فيهاش أي حاجة مثلًا حشرة ولا سوس ولا أي حاجة داخلة كده فيها، عشان برضه سلامتنا، فاهماني؟ فده كده أنا باعمله، يعني طول ما أنا شغالة كده عمّالة أبُص برضه على مدة الصلاحية. وطبعًا في حاجات أنا لسه جايباها، فهتلاقي كل الحاجات اللي ناقصاني جبتها، الفانيليا، البيكنج باودر، الحاجات بتاعة الخبز، الحاجات اللي هي بتاعة التوابل، الحاجات اللي كانت ناقصاني كلها كنت جايباها. فعشان كده قُلت أحسن حاجة إن أنا أنضّف وأنظّم الحاجة على طول. وأنتِ زي ما باقول لِك كده لو لسه ما جبتيش حاجة نضّفي وجهّزي عشان ما تعطّليش نفسِك، وابدئي هاتي حاجتِك ورصيها على طول على نضافة، سواء هتحطّي في الضرفة، هتحطّي في علب، هتحطّيها في كيس زي ما هي، أيًا كان هتعملي إيه، بس نضّفي ضرفِك الأول ونضّفي الحاجة اللي أنتِ هتستخدميها عشان المطبخ عندِك يبقى رايق ونضيف. هنقول طبعًا إحنا رمضان داخل علينا والدنيا بتتكركب أكتر، بس تخيلوا لو الدنيا دي اتكركبت على الكركبة اللي هي بتبقى فيها أو المنظر اللي أنتم لسه شايفينه بتاع الدرج أو الضرف، أكيد يعني أنتِ مش هتبقي مرتاحة وتحسي يعني بضيق أكتر. أكيد إحنا مش رمضان هنقضيه كله في المطبخ بننضف ونمسح ونرص في ضرف لأ، يعني إحنا بنعمل الكلام ده من دلوقتي عشان نسهل على نفسنا إن إحنا ما نقعدش في المطبخ كتير.
تعالوا نكمل بقية الغدا. عملت يا بنات هنا رز بسمتي. خدت كوباية ونص رز وبعد كده باشوحهم في شوية زيت وباحط التوابل بتاعتي، ملح وشوية فلفل صغيرين، وباحط كركم وكاري ولومي وورق لورا وقرفة صغيرة، أكني باعمل رز بسمتي عادي بس بيبقى متشوح، بيكون طعمه حلو، بياخد طعم التوابل دي كلها، بيكون كويس يعني. فأنا باحب الطريقة دي على طول باعملها. وحطيت طبعًا الكوباية ونص رز، عليها 3 كوبايات مَيّة، واسيبها كده تغلي واوطّي عليها عقبال بقى ما أكمّل بقية الأكل. جِبت هنا الطاسة ديّة الغويطة، وبعد كده هابدأ بقى أحط شوية زيت وانزل عليها بالفراخ، يا دوبك بس تتشوّح كده، وهي هتنزّل كمان المَيّة اللي أنتم شايفينها دي. بُصّي نزّلت المَيّة كلّها والتتبيلة اللي محطوطة في الآخر خالص قبل ما بتكون خلاص داخلة على سِوَا كده. بانزل بالبصل والفلفل الألوان، وما حطيتش توابل خالص، أنا اعتمدت على التوابل اللي محطوطة في التتبيلة وطالعة الحقيقة مضبوط بالضبط، يعني ما كمّلتش هنا. بعد ما باحط بقى الخضار يعني 5 دقايق كده بالكتير أو 10 دقايق أقوم قافلة عليها. وده كان الغدا بتاعنا النهارده يا بنات الحمد لله. نيجي بقى لآخر حاجة، طبعًا ارتحت كده شوية وخلّصت الغدا، وقُلت بقى أشتغل في آخر ضرفة عندي وهي ضرفة تحت الحوض. زي ما أنتم شايفين فضّيت كل حاجة في الضرفة وشِلت كمان المفرش، عشان نفرش بقى المفرش اللي وريته لكم في فيديو المشتريات بتاع تجديد المطبخ. طبعًا بُصّوا باخلّص حاجة، حاجة من الشنط اللي أنتم شُفتوها. طبعًا بقية الضرف لمّا هاعملها هابدأ برضه أرُص فيها الحاجات الجديدة اللي جبناها ووريتها لكم. نرصها إن شاء الله مع بعض وننظّم كده المطبخ، بحيث كل الدُرَف من المطبخ من جوّه قبل برّه تبقى نضيفة ومتنظمة وفيها كل حاجة إن شاء الله. هابدأ هنا يا بنات عملت إيه، مسكت طبعًا العلب ديّة أنا غسلتها طبعًا الأول، وأنا كنت بانشفها وهابدأ بقى أحط فيها الحاجات بتاعة التنضيف اللي ليها علاقة بالمطبخ. الحمام أنا باحط الحاجة بتاعته في الوحدة بتاعة الحمام، بتاعة الحوض باحط حاجة التنضيف. هنا بقى مسكت كل علبة حطيت فيها أدوات التنضيف اللي أنا باستخدمها، وحطيت العلبة اللي هي بتاعة أيكيا دي حطيت فيها الأقراص بتاعة غسالة الأطباق. وهنا بقى البخاخة اللي لسه جايبينها كيوت دي الجديدة، حطيت فيها مَيّة وحطيت فيها منظف متعدد الاستخدام. وهنا بقى كنت بارُج كده قُلت أجهّزه بحيث إن أنا لو عايزة ألمّع الرخامة، عايزة ألمّع البوتاجاز، عايزة ألمّع الضُرَف، عايزة ألمّع أي حاجة، يبقى عندي مَيّة ومنظِّف. حتى لو فيري زي ما باستخدم كده معاكم، أي حاجة بس تكون في البخاخة كده جاهزة، أشتغل بيها على طول بفوط نضيفة. هنا بقى العلبتين الصغيرين دول ليهم غطا، كان الغطيان بتاعتهم مش نضيفة خالص. غسلتهم لكن العلبة من جوّه طبعًا عشان مقفولة كويس زي الفل. علبة حاطة فيها الإسفنجات وعلبة تانية حاطة فيها فوط التنضيف اللي أنا باستخدمها. لسه بقى في آخر الأسبوع بقى هابقى أمسك كل الفوط اللي مش نضيفة برّه هاغسلها وارجع احطها في علبة المنظمات تاني. شايفين بقى الحمد لله ما شاء الله جهزت كل حاجة، والضرف بقت زي الفل، والحاجة كده تترص على نضافة. مسكت بقى كده كل حاجة هاحط فيها، يعني الدرج ده كده أهو حطيت فيه العلب بتاعة البقالة والحاجات اللي هي الخفيفة، وعلب الشاي واليانسون والحاجات اللي هي الصغيرة دي. برطمانات برضه عندِك زيادة حطي فيها أي حاجة أنتِ عايزاها، نيشة عندِك، حبة بركة، أي حاجة زيادة لو مش عايزة تجيبي لها برطمانات مخصوص. البرطمانات بتاعة الصلصة اللي تزيد عندِك اغسليها كويس وحطي فيها، هتبقى جميلة ومنظمة الحاجة. هنا بقى ننظم بقى الضرفة اللي فوق اللي كانت على بعضها دي، باحط الحاجات اللي في العلب البلاستيك جوه، عشان دي كده الزيادة، دي كده يعني أنا خلاص عندي منها برّه فمش محتاجاها فهاحطها جوه. نبدأ بقى نرص الحاجة بتاعتنا، الرز والمكرونات والشعرية ولسان عصفور والرز البسمتي والدقيق، كل حاجة اترصت في الضرفة وبقت زي الفل. نمسك برضه تحت الحوض نعمل نفس العملة. نمسك كده تحت الحوض ننضفه برضه بالبخاخة اهي شُفتوا نفعتني أهي، جهزتها وابتديت إن أنا أشتغل بيها. مسكت كده تحت الحوض نضفت الضرف كويس. نبدأ بقى نفرش المفرش اللي وريته لكم في فيديو المشتريات. وهابدأ بقى أرص الحاجة، حطيت الفلتر جوه وحطيت المنظم ده ال اللي هو مستوى تاني ده عشان أستغل ارتفاع الضرفة. وبس كده حطيت العلب كلها بتاعة التنضيف. وبس يا بنات ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم وكان كده خفيف على قلبكم واستفدتوا منه. طبعًا لو وصلتِ معايا لحد هنا ما تنسيش دعمِك ليّا باللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنت حلو زيِّك، واشوفِك على خير فيديو جديد. باي باي مع السلامة.